ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما ابدا، قبل ما اقول اي حاجه، انزل صلي على النبي في الكومنتات عليه افضل الصلاه والسلام. ولو انت مشترك في القناه فانت يعني على دماغي، انزل برضه اعمل لايك وانزل اعمل كومنت وصلي على النبي. اما لو انت ما انتش مشترك في القناه فانت هتشترك في القناه وهتعمل كومنت برضه وتصلي على النبي. تمام. انا طبعا النهارده ما كنتش ناوي اصور لكم فيديوهات اصلا، في ضغط وكده فما كنتش هصور فيديوهات. بس اللي حصل خلاني ان انا اصور لكم فيديو اللي هو الايمو، اللي هو تم تعطيل حسابك في الايمو. طبعا دي المشكلة دي حصلت مع الناس كلها، تمام؟ مش معانا لوحدي، حصلت مع العالم كله. اللي هو كده تيجي مثلا تسجل على الايمو كده، وليكن مثلا كده، تمام، يقول لك تم تعطيل حسابك بشكل دائم بسبب ان انت اتعديت على السياسة بتاعت الايمو. تمام، وانت ما عملتش حاجة. يعني انا واحد من الناس، انا ما بفتحش ايمو اصلا، انا ما بفتحش ايمو خالص. لما اجي اصور لكم فيديو بس اللي هو عمل رقم، بفعل لكم رقم على الايمو برضه من ضمن التليجرام والواتساب، بفعل على الايمو هو كمان. يعني دي الساعه الوحيده اللي بفتح فيها الايمو، انما انا ما بفتحش الايمو نهائي. كل شغلنا يعني بيبقى على الواتس وكده وعلى التليجرام وعلى الفيسبوك، ما بشغلش دماغي بالايمو، ما عنديش ناس اصلا على الايمو. فعشان كده يعني انا ما بفتحش ايمو كتير. ما علينا، بتفتح او ما بتفتحش ايمو، المشكله دي حصلت معاك النهارده على الساعه حوالي الساعه 5 كده او 6. تمام. المشكله حصلت مع كل الناس اللي تم تعطيل حسابك بشكل ده. انا النهارده جاي لك بحل المشكله دي. يعني انت المفروض ان انت تشكرني يا اسطى، انا ما بقولكش ان انا عظمه ولا حاجه وبعمل حاجه محدش عملها، بس انا فعلا الفيديو ده الطريقه دي محدش نزلها على يوتيوب اصلا. وزي ما بقول لك، الايمو لسه عامل كده المشكله دي في العالم كله، ما كملش 3 4 ساعات، فما حدش نزلها اصلا لسه، ممكن ما حدش خد باله. تمام. فانا جاي لك النهارده بحل المشكله دي. طبعا البرنامج اللي انت شفته في اول الفيديو دوت، ولا واتساب ولا تطبيق بيعمل ارقام ولا اي حاجه، ده في بي ان. طبعا مش هقول لك لازم الفي بي ان ده، بس الفي بي ان ده من احسن الفي بي ان اللي الناس بتستخدمه يعني. تمام. فانا يعني بنصحك تستخدم الفي بي ان ده. تخش انت على الفي بي ان كده، تضغط على العلامه اللي هي دي، اللي هي المقفوله ديت، ضغطه واحده، وهتستنى لحد ما يجي لك متصل. طبعا انا بتحقق من الاتصال. طيب هو كده اتصل، تطلع من الفي بي ان، ما عدناش محتاجينه. تمام. وبعد كده تشوف انت اللي هو الحساب بتاعك المحظور. طبعا انا عامل الكود ده، طبعا هكون سايب لك اللينك بتاعه تحت في الوصف. فك ايمو، تمام. ده الجيميل اهو بتاع الايمو. هنيجي ناخده كده، ونيجي هنا نبعت اللي هو الموضوع يبقى هو اللي هو ده. تاخده نسخ وتحطه عندك لصق في الموضوع كده بالشكل اللي شايفه قدامك ده. بعد كده يا حبيب قلبي هتلاقوا عندك اللي هو الكود، هتنسخ الكود بالشكل ده، مش هتسيب فراغات ولا تسيب اي حاجه، وتعمل له لصق. وتيجي هنا كده تفتح قوسين بالشكل اللي شايفه قدامك ده، زائد 20، لان انا طبعا من مصر، انت من اي دوله تانية شوف مفتاح الدوله بتاعك واكتبه، مش هتفرق يعني. هنا اكتب 20 9 4 6 8 9 0 2 1. ده رقم اهو، ده رقم محظور من على الايمو اللي هو تم تعطيل حسابك. تمام. وهتضغط اللي هي السهم اللي فوق ده، اللي هو ده. تمام، تضغط عليه. طبعا انا التحديث بتاعي بتاع الجيميل بيطلع اول ما ابعت مسج او كده، فهنا تخش عليه وتضغط على اللاب كل الباقيين. دي واحدة اهيت. تمام. ثواني اهو، ده الباقي اللي احنا لسه باعتينه. تمام. طبعا مش هقول لك بعد ساعة وبعد ساعتين، لا، انا هقول لك بعد يومين بعد 3، بس الرقم هيتفك معاك وهترجع تستخدم الايمو تاني. وفي ناس كتير هتخش لي على الواتساب وعلى الانستا وعلى الفيسبوك، يعني تشكرني على الشرح ده. يعني في ناس كتير هتفك ارقامها بالشكل اللي شايفه قدامك ده،
وطبعا في ناس تانية هتشرح عليه. هو لحد الان، لحد دلوقتي اللي انا بصور لك في الفيديو، مش هقول لك لحد دلوقتي اللي انا بنزل لك في الفيديو، لان انا مش هنزل الفيديو على طول، لسه اعمل له مونتاج وصورة وكلام من ده. تمام. فلحد دلوقتي اللي انا بصور في الفيديو ده محدش شرح على اليوتيوب ولا حد اتكلم عن المشكله دي، فانا اول واحد اتكلم عن المشكله ديت لحد دلوقتي اللي انا بصور لك في الفيديو. فان شاء الله الرقم بتاعك هيتفك، وهتخش تستخدم الايمو بدون اي مشاكل، اللي بقت زي الاول واحسن كمان. ولو حسابك اتعطل تاني، في كود تاني انا عامله اللي هو احتياطي، في كود تاني انا عامله، يعني مش الكود ده بس. ده لو لاحظت كده واحنا داخلين هنا، ده الكود 2 في فك ايمو تاني. تمام. ده كان الكود الاول اصلا، بس انا مش ما جايش احسن حاجه، فده الكود التاني اللي طلع مظبوط. ففي كود تاني ولسه هظبطه، لسه هشتغل عليه. وان شاء الله لو الكود ده ما فكش معاك، خش كلمني على الواتساب وقول لي هات لي الكود التاني يا اسطى، الكود اللي انت منزله ما فكش معايا. بس انا بقول لك الكود ده هيفك معاك، وان شاء الله تستخدم اليوم. وبس كده يا اخواتي، ولحد هنا بنكون خلصنا شرح النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم.